وتظنون لماذا لن نرزق جيل الأربعينات والخمسينات والستينات والسبعينات برجل كعمر بن الخطاب؟ لن يأتينا عمر، ربما يأتي أحفادنا إذا صلحت أحوالهم، لكن يأتينا عمر الذي لما تولى مفاتيح بيت المقدس بعد صلاة العشاء قام الأساقفة والقساوسة والرهبان بتقديم مفاتيح بيت المقدس إليه، 17 كاردينالا أو قسا أو رجل دين من رجالهم ينحنون أمام عمر ليسلموا أمير المؤمنين مفاتيح بيت المقدس. فماذا صنع؟ تقدم عمر إلى القبلة بعد صلاة العشاء، سجد لله سجدة شكر ما قام منها إلا عند آذان الفجر. هذا رجل نظر إلى الآخرة. لما جاء الدور عليه وفي رحلته إلى بيت المقدس في قصة يجب أن تسمعوها لأبنائكم، قال لسالم، سالم هذا مولى عبد يباع ويشترى، أخذه معه من المدينة، لم يأخذ راحلتين، مش 200 سيارة، لا، راحلتين، راحلة واحدة، لم يأخذ راحلتين، يعني ناقتين أو جملين في بلاد فيها البعران أو الجمال والنوق بفضل الله كثيرة. لكن عمر أمين على بيت المال، لم يكلف بيت المال شيئا فأخذ راحلة واحدة. وتعجب سالم، وأين الثانية يا أمير المؤمنين؟ قال يا سالم لنتناوب الركوب فوق الراحلة. كيف يتناوبون؟ ليست هناك ساعة. فعمر يقترح على تلميذه أو على عبده وخادمه وغلامه سالم، يقول له يا سالم أنا أركب وأنا خارج من المدينة، لأن الناس تعيب عليك وتقول أمير المؤمنين أكبر سنا يعني أجل قدرا من أن يمشي والغلام راكب، أنا أركب أول مرحلة. كان العرب يقسمون المسافات بين المدن والقرى والمحلات والبادية مراحل يستريح فيها عند آبار معينة يعرفونها، تستريح النوق أو الرواحل، تعلف ثم تشرب ثم تطمئن ثم تخزن الماء، ومن فوقها يستريحون أيضا ينصبون خيمتهم ثم يقيلون ثم يغادرون المكان. هذه مراحل معروفة زي الاستراحات ما بين المدن التي نصنعها اليوم. ورغم الاستراحات الحديثة التي نراها بين الدول وبعضها المدن وبعضها، أبناؤنا في السيارات المكيفة يتأففون من طول الرحلة، ويتأففون لأنه نسي البلاي ستيشن في بيته، لأنه تافه كأبيه. سبحان الله، التفاهة أخذها من أبيه وأمه. هل هذا يأتيه عمر؟ لماذا يأتي عمر بهذا؟ سالم يقول له يا أمير، قال يا سالم لنتناوب. كيف يتناوبون؟ قال عمر أنا أركب وأسمعك جزءا من القرآن وتصحح لي، ثم أنزل وتركب أنت. فجعل عمر الراكب لأنه مستريح يستطيع أن يتلو لأنه مستريح، وسالم يسمع، ثم يركب سالم ويسمع عمر الجزء الذي يليه، حتى إذا انتهت ختمة القرآن بدأوا بختمة أخرى. لم يمل عمر من سماعه كتاب الله أو تسميعه لكلام الله عز وجل. فلما بلغت المرحلة الأخيرة كانوا على مشارف بيت المقدس، وكان الدور على سالم. سالم مهذب قال يا أمير المؤمنين إني أرى على البعد رجالا يقفون، لابد أن وفد الاستقبال أبو عبيدة بن الجراح والي على فلسطين في هذه الأيام، اللهم أعد إلينا فلسطين مرة أخرى والبيت المقدس مرة أخرى يا رب العالمين، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. قال له يا سالم ما أنت أغنى مني بالثواب وما أنا أغنى منك بالثواب، أنا لست يعني غنيا بالثواب والحسنات حتى يعني أضيع حسناتي في أن أخذ نوبتك في الركوب. أقسم عمر على خادمه سالم أن يركب. عمر يجر خطام الناقة بيمناه، فرأى مخاضة من الطين عبارة عن بركة فيها ماء وفيها طين، فخلع عمر حذاءه نعلة ووضعه تحت إبطه الأيسر، ويمسك ناقة مولاه وغلامه سالم باليد اليمنى
ويخوض في بركة من الطين. بعد هذه البركة إذا بأبي عبيدة والوفد المستقبل والقساوسة والأساقفة ورهبان بيت المقدس ينتظرون أمير المؤمنين عمر. خرج عمر وقد وصل الطين إلى أسفل ركبته. قال له أبو عبيدة هامسا: يا أمير المؤمنين، أهكذا بين هؤلاء؟ دول هؤلاء بتوع منظرة، بتوع مراسم عجيبة. ايش واحد يمشي بالسيف 20 متر ويجي يقبض السيف في اليد، اشياء عجيبة، استقبالات غريبة، 21 طلقة و29 طلقة لما طلقنا الكرامة والمروءة. المهم عمر يسمع لأبي عبيدة ويتعجب، وعبيدة أمين وحي السماء كيف ينظر هذه النظرة؟ يا أمير المؤمنين أنت بين أقوام يجلون المنظرة. قال: اسكت أبا عبيدة، والله لقد كنا أذلاء فأعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العز في غير الإسلام أذلنا الله. هم يجلوننا لإسلامنا لا لثيابنا، يجلوننا لأنهم يرون الإسلام في كل. سبحان الله. جيء بالماء لعمر، غسل الطين عن ساقيه ولبس حذاءه. وقف الأساقفة والقساوسة كبيرهم يعد الرقع التي في ثوب عمر، فتعجب الحاضرون. بكى كبير الأساقفة قال: قرأنا في كتبنا المقدسة أن الذي يتسلم مفاتيح بيت المقدس حاكم عادل يمشي وغلامه راكب في ثوبه 17 رقعة. فسجد الأساقفة. من أين جاء هذا الاحترام؟ من تبجيل عمر بدينه. فنحن أولى أن نبجل ديننا، لأن إمساكنا في الدنيا بهذا القدر قد جعلنا آخر الأمم وآخر الناس، والناس كل واحد مشغول منهم إما بضيق عيشه أو بغلاء الأسعار أو بفشل ولده في الدراسة أو بنكد زوجته أو بإساءة جاره. هذه همم دنيا. أما الهمة العليا أن تنصر دين الله في نفسك، أن يراك الناس مسلم وغير مسلم، مسلما يتمثل الإسلام فيه قرآنا يمشي على الأرض، مصحفا يتحرك بمكيه ومدنيه. الإنسان المسلم إنسان يبغي وجه الله ويبتغي وجه الله عز وجل. أحبتي في الله، اسألوا أنفسكم سؤالا واحدا أطرحه دائما على نفسي وعليكم. بالله عليكم، لو جاءنا اليوم ملك الموت بعد الظهر أو بعد العصر أو بعد المغرب أو بعد العشاء، السؤال البسيط في خاطرك وفي ذهنك أن تقول له: خذني الآن إلى ربي، أم أنني لست مستعدا، أنظرني إلى الجمعة القادمة ربما أرجع الديون لأصحابها وأستسبح الناس وأستغفر الله وأنزع عن المعاصي وأتوب وأمسك لساني وأجعل همتي عليا وأجعل همتي نصر الإسلام. هؤلاء هم أصحاب الهمم. بالله عليك، السؤال مطروح ببساطة: أنت ماذا تقول لو جاءك ملك الموت في عصر اليوم؟ هل تقول له: أنظرني إلى عصر الجمعة القادمة، أم أنا قادم إلى رب العباد سبحانه وتعالى؟ إن ابن عبد العزيز رضي الله عنه حفيد عمر لما جلسوا بجواره وهو ينازع سكرات الموت يقولون له: قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، قال: ومتى نسيت حتى تذكروني به؟ ثم نظر إلى السماء وعينه شاخصة: جمالك في وجهي، حبك في قلبي، ذكرك في فمي، فكيف تغيب؟ ثم استأذن منهم ومن زوجته أن يخرجوا من الغرفة. قالت له فاطمة بنت عبد الملك: يا أمير المؤمنين، لماذا تخرجني من الغرفة في هذه اللحظات؟ قال: إني أرى في الحجرة وجوها ليست بوجوه إنس ولا وجوه جان، يحبون الذكر والطيب الرائحة الطيبة. سبحان الله. خرجت فاطمة، ولكنها أبت أن تترك هذه اللحظات التي يغادر فيها الإنسان العظيم الحاكم العادل عمر بن عبد العزيز الدنيا. وضعت أذنها على باب الحجرة تسمع عمر يقول. انظر إلى تشريفات تأتي لتحيط بالروح الكريمة.
يقول عمر: مرحبا بأبي البشر آدم، أهلا بخليل الرحمن إبراهيم، مرحبا بكريم الله موسى، أهلا روح الله عيسى، مرحبا سيدي رسول الله. ثم سكت لحظة وقال: مرحبا بملك الموت، زائر أتى على موعد، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وخرجت روح عمر إلى بارئها. اللهم أحسن خاتمتنا يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر